ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده انا جايبه 3 انواع سيرو، هنقارن التلاته مع بعض، رخيص متوسط غالي. هنقارن مع بعض ونشوف ايه ممكن نجيبه حلو وايه ممكن نبعد عنه وايه ممكن كده. فمش عايزه اطول عليكم، دول مع بعض نعرف ايه هما. اول نوع هنتكلم عنه انا هاخدهم من الرخيص للاغلى خالص. اول نوع هنتكلم عنه هو ده، بيدرو انا كنت متكلمه عنه قبل كده لوحده، وهو حلو قوي. بصوا، قاعد معايا فترة طويلة. البيدرو ده بقاله معايا كتير جدا، يعني أنا حاسة أصلا إن الإكسباير بتاعته قربت تنتهي من إن هو بقاله معايا كتير قوي. فبيدرو ده بقاله معايا حوالي سنة ونص أو حاجة، وقاعد معايا فيعني أصيل بشدة قوي. حلو، بيرطب الشعراية وبيطري الشعراية. شعرك محتاجة حاجة تطري الشعراية وترطب الشعراية، وبيهدي الهيشان شوية. فبيديكي حاجات كويسة مقابل سعره. يعني مثلا على السعر بتاعه أنا مش عارفة وصل كام قوي دلوقتي، بس قصاد سعره هو بيديكي شوية مزايا كويسة جدا. بيهدي الشعراية، بيرطب الشعراية، بيريح الهيشان بتاع الشعراية. في مقابل سعره بيديكي مزايا حلوة. فلو بيدرو جه قدامك وانت محتاجة حاجة تبقى سعرها بسيط وحلوة، فانا ارشح لك بيدرو لانه سعره كويس. بس هاتي الاحمر مش الازرق، عشان في الازرق بتاعه بديل زيت. فهاتي الاحمر اللي هو السيرم نفسه مش بديل. اللي بعده بتاع زيرو فريز، وزيرو فريز واضح قد ايه ان هو وحش جدا. مفهوش يا جماعه، الحته اللي تحت دي انا اصلا مش عارفه اطلعها. خلصان جدا. السنه اللي واصفه دي انا عشان مش عارفه اطلعها، مش عشان انا سايباه فيها، لان لو ينفع اسيب فانا مش هسيب فيه حاجه، بس مش انا ابوظ اللي سبت فيه الحته صغيره انا مش عارفه. زيرو فيز من السيرمز المحترمة جدا 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 للشعر، اللي مش هتلاقي المكونات اللي فيها في حاجات. فأصلا زيرو فريز هو أصلا بالكرياتين، يعني هيرطب لك شعرك ترطيب انت ممكن ما تبقيش متخيلة ان هو بالكرياتين، فيرطب لك شعرك ترطيب كويس جدا. فلو عايزة حاجة أغلى شوية من بيترو وتبقى حلوة وكميتها كبيرة وينفع ترطب، على فكرة ينفع ترطبي شعرك بيه حتى بعد، يعني بعيدا عن بعد الشغل، ممكن ارطب بيه شعري بالليل عادي قبل ما انام او حاجه. فترطيبه كويس بس ملمسه تقيل شويه على الشعر. يعني هو الملمس بتاعه، انا حتى السنه دي مش عايزه تنزل كنت وريت لكم ملمسه، بس هو ملمسه تقيل شويه على الشعر. فبيدرو اخف منه على الشعر، بس لو انت شعرك مساميته حلوه، يعني نفسها حلوه عزيزه وبتستخدم الحاجات التقيله، فعادي دوسي في زيرو فريز وهيبقى كويس. اللي بعده وده حبيبي بقالي فتره بجربه، هو كراي. اظنه واضح جدا. انا خليته في الاخر لانه كرالي دلوقتي غالي، فمش كل الناس هتقدر تجيبه ومش كل الناس هتقدر توفره. بس مقارنة بزيرو فريز وكرالي فالاتنين سعرهم واحد دلوقتي، يعني الاتنين سعرهم مقارب لبعض شوية. بس كرالي من أحسن السيروم اللي هتستخدميها. عايزة أجيبه لكم من أحسن السيروم بجد اللي هتستخدميها لشعرك، ريحة وترطيب وملمس. فلو انت عايزة سيروم واحد فيه كل حاجة، في ترطيب، في ريحة حلوة، في سعر كويس، يعني سعره غالي شوية بس انت بترمي في سيروم كويس. فعليكي وعلى الكلي بجربه بقالي شوية، بس حاسة ان انا خلاص انا بالفعل محتاجة اطلع اتكلم عنه. يعني انا استخدمت منه شوية دول بس حاسة ان هو انا كده تمام بالنسبة لي، انه محتاجة لازم اطلع اتكلم عنه لان هو بجد كويس جدا ومن احلى السيروم اللي هتستخدميها. ترطيب الشعر وتهدئة الشعر، يعني تهدئته من الهيشان، وبيرطب الشعر كويس. واحنا في الصيف الشعر بيحتاج يترطب قوي، فهو هيقوم معاكي قوي بالدور ده. هيرطب لك شعرك كويس جدا، هيهدي الهيشان، ريحته حلوه وريحته بتقعد في الشعر. فدول كانوا اكتر 3 سيرمز كنت محتاجه اطلع اتكلم عنهم، وحطيتهم في فيديو واحد مع بعض علشان نبقى يعني حاولنا نلم كل حاجه. زيرو فريز وكريم زي بعض دلوقتي في السعر، بس فرق بينهم ان زيرو فريز اتقل شويه ومحتاج شعر يبقى محتاج، يعني شعر محتاج فعلا الترطيب القوي بتاعه عشان هو ملمسه تقيل. كرالي اخف منه بكتير وريحته احلى بكتير وبتثبت بكتير عنه. فالتلاتة قصادك، والتلاتة كل واحد انا شرحت فيه انه كل حاجه ممكن نشرحها عنه. فانت شوفي ايه اللي يناسبك